السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأشقاء، مباراة الجزائر ومصر. نتمنى تكون مباراة يعني حبية ودية. كيف لا، وهي تجمع أفضل منتخبين عربيين وكذلك أفضل نجمين عربيين، محرز وصلاح. يلا، بسم الله نبدأ. إذا تشكيلة المنتخب الجزائري كاملة مكتملة: بلايلي، بن ناصر، فيغولي، محرز، سليماني وزروقي، عطال، بن سبعيني، مندي وتوبا. والحارس راح يكون ماندريا. وكذلك المنتخب المصري: محمد صلاح ومحمد مصطفى والحارس الشناوي. كذلك تشكيلة مكتملة. شوف ملعب الامارات ممتلئ على اخره، الجزائر باللباس الابيض، منتخب المصري باللباس الاحمر. الجماهير سعيدة، جماهير سعيدة بهذه المباراة. منذ سنة 2010 أعتقد لم يلتقي المنتخبان في مباراة، سواء ودية أو رسمية. هزيج كبيرة. يلا، بداية المباراة. الكرة عند عطال، عطال، يا سلام. عطال يتعرض لحملة شرسة بعد أن يعني تضامن مع الشعب الفلسطيني. بهذه المناسبة نتمنى من أهلنا في غزة وفي فلسطين، نتمنى لهم النصر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في هذه المعركة. المنتخب المصري، حسن أحمد حسن يسجل أول هدف. يا سلام، في الدقيقة الأولى. يباغث يعني في الدقيقة الثامنة. صعب مأمورية المنتخب الجزائري، ولكن الجزائر جميل أنها تبدأ المباراة بخسارة حتى نعرف مستوى الجزائر. يا سلام. يعتمد على هجمات معاكسة المنتخب المصري بسرعة صلاح ومحمد مصطفى. هل يعدل المنتخب الجزائري؟ هل يعدل؟ شناوي. يا سليماني. يا سليماني، ماذا تفعل؟ اوه بو 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 بو. شوف لي هذا، شوف. يا سليماني. سليماني الذي بدأ في عين البنيان، في فريق عين البنيان. صراحة تاريخه رائع، ولكن عقلية اللاعب المحلي تبقى هي دائما. يا سلام. سجل يا سليماني. يا سليماني، ماذا أضعت يا سليماني؟ أوه بو 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 بو. والجزائر تعد النتيجة عن طريق مندي. المدافع مندي يصعد ويسجل هدف التعادل. شوف، يا سلام يا سلام، تضرب في القائم وتدخل. الشناوي لم يرى شيئا. شوف الإعادة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. التعادل في هذا الشوط الأول تعادل مستحق صراحة. الجزائر ضغطت كثيرا. يلا، هجمة معاكسة. روح يا سليماني، يا سليماني روح. يسترجعها سليماني، يسترجعها. الشناوي. بطاقة حمراء. يا سليماني يخرج بالبطاقة الحمراء. قلت لكم اللاعب المحلي يبقى دائما محلي، مهما احترف ومهما جال وصال في أوروبا. هي الجزائر بالنقص العددي. دائما الجزائر في مبارياتها أمام مصر تلعب بالنقص العددي، لا أدري لماذا. يلا من هنا ناحية محرز. يلا يا محرز، يلا يا محرز. محرز، لو تفعل يا محرز.
عادة ما تنتهي هذه المباريات بهذا الشكل بالتعادل. أوه. روح روح، من هناك من هناك من هناك من هناك، ناحية بالنصر. أوه يا سلام الشناوي، يا الشناوي يتألق اليوم، يا سلام يا سلام. الحارس الجزائري مندريا لم يظهر اليوم أبدا، سوى في لقطة الهدف. مخالفة للمنتخب المصري. قلت لم نرى مندريا أبدا سوى في لقطة الهدف وفي هذه المخالفة. يلا نهاية الشوط الأول، الاستحواذ للمنتخب الجزائري، والأشياء الأخرى تقريبا متعادلين فيها، في التسلل، في المخالفات، في كل شيء، حتى في الأهداف. يلا الكرة عند المنتخب الجزائري، روح يا محرز، روح يا محرز، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هل هذا الهدف؟ هذا الهدف. با 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 با، يا سلام يا سلام، بن ناصر يسجل هدف بك، وأي هدف وبأي طريقة، يا سلام. الشناوي طوله متر وواحد وتسعون ولم يستطع القفز وإمساك هذه الكرة في الزاوية 90. أين يسكن الشيطان؟ يا سلام يا سلام. بداية موفقة، ريمونتادا المنتخب الجزائري بعد أن كان منهزما بهدف لصفر، عاد وفاز وقلب النتيجة. لكن لا زالت المباراة يعني لم تنتهي. حذاري من الأخطاء. منتخب الجزائر مسيطر بالطول والعرض. أوه الشناوي يتدخل، الشناوي يتدخل. يا سلام على الجرينتا الجزائرية، قوة قوة. يا سلام. في العارضة الأفقية، شوف شوف شوف، أوه بو 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 بو، لو كان هدف. لسجلت هذا الهدف يا في غولي. الجزائر وكأنها خاسرة، تلعب بقوة. أوه كاد هجمة معاكسة، هجمة معاكسة. مندي رغم كبر سنه إلا أنه فنان فنان، تجربة وكل شيء. يلعب في نادي فيا ريال إسباني. يلا يا محرز من هناك، يا سلام. لم تمر بعيدة، شوف الإعادة. أين كرتك يا بلايلي؟ يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي. حاول يبغث ويكرر الهدف أمام المغرب في كأس العرب. آخر 3 دقائق قبل نهاية المباراة. كرة المنتخب المصري، آخر الكرات، آخر الكرات، نتمنى أن تمر بسلام هذه الكرة. الحكم أضاف 4 دقائق، تبقت دقيقتين أو دقيقة واحدة.
يا سلام، هل عدل المنتخب المصري وماندريا ينقذ المنتخب الجزائري في آخر الدقائق نهاية المباراة الودية الجميلة بين الشقيقين المصري والجزائري بهدفين لهدف لصالح المنتخب الجزائري. فرحة للجمهور الجزائري، شوف كيف يشعل الشماريخ في الملعب. مباراة أوفت بكل يعني ما تمناه جمهور الفريقين رغم الخسارة، إلا أن المنتخب المصري أدى مباراة جميلة وافتتح باب التسجيل. كان هذا كل ما لدينا. إذا أعجبكم الفيديو لايك اشتراك في القناة وإلى اللقاء.